بارتمائها في أحضان الجبال من الجهات الثلاث، تبدو نجران الواقعة جنوب غرب السعودية جزيرة تتنفس على شواطئ الربع الخالي من جهة الشرق. تتبع المدينة إلى المنطقة الإدارية التي تحمل الاسم نفسه، ويصل عدد سكانها إلى 620 ألف نسمة. في العام 80 عرفت المنطقة الإشهار الرسمي لآخر ناد تأسيسا فيها، وهو نجران، منضما بذلك لناديي الأخدود وشرورة. في زيارتنا للمدينة كان موضوع التحقيق الذي نحاول إجراءه هو كيف لهذا النادي الصغير البالغ من العمر 30 عاما فقط أن يقارع الكبار ويهزمهم ويحفظ لنفسه مكانا ثابتا في دوري المحترفين السعودي لمدة 4 أعوام متواصلة. بعد أن وصلنا إلى مقره تغير التحقيق إلى كيف لهذا النادي الصغير عمرا وإمكانيات أن يبقى على قيد الحياة حتى الآن، والصورة شاهد لا يتجمل. اي والله هو قطع فترة والحمد لله. كم مدة؟ يعني يمكن بيومين تقريبا كنا مسافرين احنا وقطع، بعد ما رجعنا قمنا بتسديد الفاتورة من عضو شرف وإعادة الإنارة إلى النادي. دائما يعني الحقيقة يعني أنت شايف هذا كل الأنوار وكل المنشآت وكل هذه على حساب النادي الكهرباء، يعني ما في شيء على حساب الرئاسة العامة لرعاية الشباب. هذه هي المرافق التي تشكو إن بقي لها صوتا. ربما للملعب وهو المكان الحقيقي لخلق المنافس وتدريبه وتأهيله وجه آخر. نعم له وجه آخر، لكنه وجه كالح أيضا، برك من الطين ومساحات مجدبة وأخرى مصفرة والثالثة يابسة لا ينفع معها ماء ولا هواء ولا شمس، ومدرجات لا يمكن أن يستخدمها الجمهور في مباريات النهار لأنها مصنوعة من الحديد الذي يحتفظ بالحرارة. ليس هذا فحسب، بل لا يعرف اللاعبون غرفة لتبديل الملابس الرياضية والاغتسال، ولا يعرفون مكانا للعلاج الطبيعي. البديل حقيبة طبية متنقلة، ويمكن أيضا استخدام الشبك الحديدي لتعليق الملابس أو المفاتيح أو الأغراض الأخرى. طبعا الكل شاهد المنشأة. يمكن اللقطات اللي أخذتها قناة العربية هي تبين الألم. ما في حتى غرف تبديل ملابس زي ما شفت، ما يعني ملعب باستثناء ملعب المعسكر ما في شيء يعني يذكر. فأنا كلاعب، أنا كحسن يعني أنا أحضر بلبسي هذا وأرجع بلبسي البيت. يعني بدأ حتى لو كان عندي شغل عندي شيء، يعني ما في مكان حتى إن إحنا ممكن إحنا ناخذ شاور فيه، إن إحنا نبدل ملابسنا فيه. كل يكون مثل الاتحاد، أنا مثلا 10 سنوات في الاتحاد و 11 موسم، مثل الهلال، مثل كل لاعب له دولاب خاص، كل لاعب له يعني الشاور الخاص له، يحط عدته فيه. ما عاد يعني يتعب، حتى ما يتعب انه يرجع البيت ولا يروح اذا كان عنده مشاوير برا، عنده شغل، عنده عزيمه، عنده شيء، يرجع انا مره ثانيه مشوار البيت وابدل وارجع مره ثانيه. فنعاني. سؤالنا المهم بعد كل هذه المشاهد، أليس للنادي تعاقد مع شركة صيانة مثلا كبقية الأندية تساهم في تقليل هذه المعوقات؟ الصيانة كلها جهود ذاتية، يعني عندنا عمال النادي 3 و4 يقومون بصيانة النادي، مجهودات شخصية يعني بصراحة. بعد نهاية الموسم نقوم بإقفال الملعب، يقومون هم بعملية القص وعملية الري وعملية السماد والأمور هذه، يعني كلها اجتهادات فردية. يعني الصيانة ما فيه صيانة على الرئاسة، كلها يعني مجهودات فردية منذ تأسيس النادي إلى الآن، يعني من 1400 إلى الآن. المنشآت اللي قائمة يعني مثل منشأة نادي الأخدود، منشأة نادي الهلال، هذه المنشآت اللي تابعة يعني في لمن قام ببنايتها الاتحاد السعودي أو الرئاسة العامة لرعاية الشباب، هي من تقوم بصيانتها، بس اللي بجهود ذاتية مثلنا ومثل الرائد والتعاون، هذه دائما ما تكون على النادي.
كلهم صابرون في نادي نجران، وكلهم متسلحون بحب النادي الذي يكتبون اسمه عشقا بالدم على بوابة قديمة للنادي. وعندما تأتي المواجهة مع الأندية الكبيرة ينسى النجرانيون كل هذه الفروقات ويقفون أمام الخصوم الند للند. وحتى إن كانت الأندية الأخرى تملك اختصاصيا في كل جزئية فنية وتأهيلية، وهم لديهم رجل هندي واحد يقوم بدور سكرتير احتراف ومراقب منشآت وعامل صيانة ومزارع أيضا كل شهرين مرة. هذا هدور انصراف حق اللعيبة، هدور كل يوم تمرين صباح ومساء كله. أنت مسؤول عن هذا؟ هذا مسؤول. كيف أنت شيك الحين؟ شيك وقت؟ موجود وقت الشوط كله الساعة 5 و45 دقيقة كده موجود. بعدين اللاعب ما يجي على وقت، أنت إيش تسوي؟ أنا ما أسوي شيء، إداري يبلغ كل شيء. كم سنة أنت في النادي؟ من 26 سنة كده. المعلومة عربي أنت؟ أيوة عربي شوية يعرف إنجليزي. عربي يعرف إنجليزي يعرف. هذا سكري وبرمودا. ايوه. عشان ثمار، عشان ملعب. أنا عندنا 3 فريق، شباب ونشئ، شباب وأولمبي وفريق أول كله تمرين. ملعب واحد. ملعب الحين ما في كويس. ملعب كويس ما في كويس عشان يرمي عشان طيب يجي شوية. أنت الحين شيل هذا بعدين وين هو؟ ودي ملعب زيل عشان يجي خضر، وملعب يطلع جوا بعدين زيل.